حماده حقيقه عارف المره وحماده جاي حماده حاج موفق السعيد يا سلام على الجوال الله عبد الله لكن ضربه ركنيه لصالح السلاح العرفه هي الفرنسيه ليه؟ اولا كل سنه وانتم طيبين وهنا كل الناس الموجودين العمال ان خلوا برضه منظرنا والمشرفين والاداريين الموجودين هنا طبعا باعضاء مجلس الاداره والحاج خالد ابو الوفا واعضاء مجلس الاداره المبجلين الموجودين معانا النهارده وبنقول لكم كل سنه طيبين ونوعدكم باذن الله افضل فافضل باذن الله وتشوفونا في احسن صوره باذن الله. سعيد جدا ان الدوره الرمضانيه في مركز شباب سوهاج يعني تنتهي يوم 27 رمضان ودي يعني احد الصروح العظيمه اللي موجوده في حي شرق واحنا طبعا سعداء بكده تماما ونتمنى ان كل الصروح الشبابيه والرياضيه اللي موجوده في نطاق حي شرق ان شاء الله ان هي تحذو حذوه وتعمل زي كده. المعروف والمعتاد بالنسبه لمركز شباب المدينه هو الرائد في تنظيم الدورات الرمضانيه من 30 سنه فاتت. فالحمد لله رب العالمين ما زالت القيمه بتاعت المركز موجوده والعروض الحمد لله رب العالمين ومن الدورات الناجحه او انجح الدورات بيعتبر مركز شباب مدينه سوهاج. السنه دي بالنسبه للدوره الرمضانيه واخده طابع يعني يختلف عن كل سنه. احنا كنا متعودين احنا بنشوف مثلا الدوره الرمضانيه كره قدم بس. السنه دي شايف انا جميع الانشطه كاراتيه والعاب قوه وكره قدم كله يعني فواخده طابع مميز عن كل سنه بصراحه. هي من اقدم الدورات الرمضانيه زي ما حضرتك قلتي ومن اكبر الدورات اللي بتتعمل في سوهاج وزي ما انت حاضره زي ما حضرتك شايفه انه عرس رياضي كبير جدا 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 وليله رمضانيه جميله. انا بسعد دايما ان اتواجد في وسط الشباب. بتمنى ان كل مراكز الشباب يكون فيها دورات زي كده. زي ما قلت قبل كده ان في طفره فعلا في سوهاج اليومين دول من حيث المنشآت الرياضيه ومن حيث دعم الانشطه الرياضيه. عصام محمود في كرة بلدنا.